هو حاجه تافهه جدا بس جامد خالص 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 خالص. بص كده. واو، ازيكم؟ حلقه جديده من سلسله حلقات الحاجه ام الاختراع. في الحقيقه الاختراع بتاع النهارده ده انا مش عارف ايه الحاجه وراه او ايه يعني المشكله اللي هو بيحلها، ولكن هو عجبني لان هو على الرايق كده. الفكره ان حضرتك ممكن تحول اوضه نومك او المكان اللي انت بتنام فيه ان هو يبقى كانك نايم في الصحراء، يعني فوقيك الميلكي واي والستارز يعني هو بيعمل حاجه كده تافهه بس حلوه جدا. الاختراع ده هو اسمه سمارت ستار بروجيكتور، يعني بيحول اي مكان انت قاعد فيه سقفه ان هو كانه بالظبط انت نايم في الصحراء، فوقيك ميلكي ويز ونجوم وبتلف كمان والدنيا على الرايق خالص. هو الصراحه في 3 اوبشنز كده اهو، والثلاثه اوبشنز دول انت تقدر تغيرهم ما بينهم وما بين بعض عشان تطلع في الاخر كومباينيشن او حاجه مختلفه. اول حاجه هو بيلف، يعني هو في ليزر، الليزر ده بيلف حلو قوي. تاني حاجه حضرتك تقدر تلعب في الالوان او في الديزاين بتاع الميلكي واي، بتاع الميلكي واي يعني ايه بالعربي مش عارف، يعني المجره، يعني المجره، يعني انت تقدر تخلي مجره على السقف عندك. تالت اوبشن بقى تقدر تشغلها وتطفيه ان انت تزود نجوم او تقلل نجوم، يعني انت عايز نجوم في الاوضه ولا مش عايز نجوم. رابع حاجه ودي حاجه مختلفه كده، ان الكلام ده كله ممكن ان هو يشتغل على طول دايركت او ان هو ممكن يشتغل مع مزيكا، يعني انت لو مشغل مزيكا في المكان الحاجات دي تتحرك وتقف وتتغير على حسب المزيكا. كفايه كلام وتعالوا اوريكم هذا السمارت ستار بروجيكتور وازاي هنحول الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي. معلش اضطر بس اوريكم الاوضه كده. هنحول الاوضه دي دلوقتي ان هي كاننا نايمين في الصحراء تحت المجره، تحت ذراع المجره. التصميم بتاع البروجيكتور ده مختلف شويه، وهو مصمم ان هو يتحط على الحيطه، يتحط على كورنر في الحيطه، فاحنا هنا جبنا انسب كورنر نقدر ان احنا نضرب في السقف البروجيكتور ده عشان يعمل لنا الديزاين بتاع الستارز او الكلام ده. فهنا في الدرجات اهي، ده بيركب كده في الكورنر بتاع الحيطه بحيث ان هو يطلع، بص ممكن تتحكم فيه فوق وتحت عشان يطلع الاضاءه بتاعته عن طريق الليزر او عن طريق العدسه اللي موجوده هنا ويضربها في السقف. احنا هنوصله بالكهرباء وبيجي معاه اللي هو الادابتر بتاعه ده، بيتوصل عادي على اليو اس بي تشارجر، اي يو اس بي تشارجر عندك. وهنبدا ان احنا اهو يتحط كده اهو، اوكي، عشان يضرب في السقف. طبعا انتوا مش هتشوفوا حاجه دلوقتي عشان الدنيا منوره، ولكن خليني اطفي النور واوريكم ايه اللي بيحصل في السقف دلوقتي. النور، نطفي النور خالص، عايزين نطفي النور خالص 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 خالص. بص كده، واو، شايفين اللي حصل في السقف ايه؟ احنا حولنا السقف، هو باين عندك؟ باين الجمدان؟ احنا حولنا السقف ان هو يبقى فيه ذراع مجره، ونقدر تعالى كده نتحكم في ذراع المجره عن طريق الابلكيشن، يعني نقدر نخليه ذراع المجره ازرق. بصوا بيلف ازاي، دي اللي كنت بقول لكم عليه. بصوا الموتور مخلي المجره بتلف. انت حضرتك تقدر تختار هنا السين اللي يعجبك، يعني خلينا نختار السين اللي هو ايه، انا قاعد في الصحراء عادي، نجوم بس، ده نجوم بس، وده مجره زرقاء بنجوم. طب والله احنا محتاجين المجره لا مؤاخذه حمراء تقدر تتحرك هنا اللون بتاعها وتغير اللون بتاعها. هو حاجه تافهه جدا بس جامد. تقدر تتحكم بقى هنا في قوه الاضاءه عشان ما تبقاش برضو عاليه قوي او قليله. تقدر تتحكم في قوه الاضاءه، تقدر تتحكم في هنا اهو الليزر ده يفتح، يعني لو النجوم دي تبقى موجوده ولا لا، مضايقاني مش عايز نجوم، فاطفي النجوم. هل انا محتاج الموتور ده هيلف؟ بصوا كده الموتور هيلف اهو، ولا مش محتاجه يلف؟ طب سرعته قد ايه؟ فانت عندك كل التفاصيل دي عشان حضرتك تصنع هذا المود الجامد. مش هقدر اقول غير حاجه زي كده. فهو احتياجه ان انت تغير شكل الطبيعي للاوضه بتاعتك. فلو انت عايز تعمل جو رايق كده وتلعب بقى جيمنج وبتاع، وعايز تعمل في الاوضه عندك اتموسفير، فاظن ده من الحاجات اللي هتبقى جامده جدا. جامد ولا مش جامد؟ جامد.